تعال. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير. تدري عمر بن الخطاب ايش كان يسوي؟ عثمان بن عفان ايش كان يسوي؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايش كان يسوي؟ وغيرهم من الصحابة، منهم والتابعين كعب الأحبار ووهب بن منبه. هؤلاء القامات هل هم أفضل أم نحن أفضل؟ لا شك هم أفضل وأعلم وأفقه. كان وردهم اليومي من ضمنه قراءة سورة البقرة. لماذا حافظوا عليها؟ ولماذا التزموا بها؟ ولماذا استمروا عليها؟ هؤلاء مبشرين بالجنة رضوان الله عليهم. نحن أشد حاجة منهم أضعاف كثيرة مضاعفة. أخذوها بركة وتركوها حسرة، ولا تقربها البطلة. وأيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه رضوان الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن من ورده اليومي لا يقل عدده عن 12,000. وهذا هو أبو هريرة رضي الله عنه، صاحب أكثر مرويات حديث، 5,000 تقريبا و700 حديث. فالله يا أخوان ويا أخوات، أنا وأنتم محتاجين لقراءة سورة البقرة لتقصيرنا، لذنوبنا، لجهلنا، لضعفنا، أضعاف كثيرة مضاعفة. استمروا بقراءة سورة البقرة والاستغفار. استغفر الله استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.